السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم في العاصمة شهدت العاصمة اليوم حادثة غريبة جدا. فتاة تسرق سيارة من أمام سيبيلات، يعني صاحب السيارة نزل وخلى المفاتيح في السيارة ودخل للسيبيلات باش يقضي يعاود يرجع لثواني فقط، يعني ركبت السيارة. وحسب الشهود الطفلة اللي هربت بالسيارة دخلت في صاحب الدراجة نارية، ضرباته، زاد دخلت كذلك في صاحب السيارة الحمراء اللي كنتم تشاهدوا فيها. من بعد تواصلت بالسياقة ودخلت حسب المتابعين في أكثر من 10 سيارات قبل ما يتم توقيفها. إذا الحمد لله تم توقيفها من طرف رجال الأمن. ما كاش، الحمد لله، ما كاش خسائر بشرية كبيرة، بصح الحادث خطير جدا ولازم تكون عبرة. رجاء من أصحاب المركبات الحذر وعدم ترك المفاتيح داخل السيارة ولو لثواني فقط، يعني لازم تطفي السيارة تاعك وتدي المفتاح معاك وتغلق السيارة تاعك. ما كاش لامان. ربي يجيب ساعة الخير. والفيديو كان دار هالع كثير في الجزائر العاصمة. ربي يجيب السلامة. مع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله.